حبايبنا طلاب الثانويه العامه، ومعانا اول حلقه في سلسله الثانويه العامه او نصايح لطلاب الثانويه العامه. هكلمك في نقطه مهمه جدا جدا ومهمه لطلاب الثانويه العامه، ركز فيها جدا. ايه هي النقطه دي؟ ازاي توفر وقت. طبعا احنا كل الفتره دي بنتكلم عن ان انا انزل دروس، ان انا اشتغل اونلاين. في حد من صحابك بيقول لك التنين في الفيزياء عامل مراجعه، التمساح في الكيمياء عامل مراجعه، تعالى نحضر في الاستاد الفلاني. في الاستاد زي سمعتها صح، مش في السنتر. تعالى في الاستاد الفلاني نسمع مراجعه. كل الكلام ده ممكن بيتردد عليك الفتره دي. واحد زميلك كمان يعرض عليك يقول لك المنصه الفلانيه، وبتبقى في تشتت كبير جدا 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 جدا. للاسف دلوقتي المشكله مع طالب الثانويه العامه مش قله المعلومات، بالعكس المشكله مع طالب الثانويه العامه وفره المعلومات، ودي بتكون مشكله كبيره جدا جدا جدا. انك انت معاك للماده ملخص واثنين وثلاثه، ومعاك مصدر من مدرس واثنين وثلاثه، فكل ده بيعمل لك تشتيت. حبيبي اقول لك حاجه مهمه جدا انا وقعت فيها لما كنت في ثانويه عامه، ومش عايزك توجع فيها، والحمد لله ان انا عرفتها في الوقت البدري، وانت مش معاك الوقت الكافي انك انت تكتشف ده. اهم حاجه دلوقتي انك انت ما تشتتش نفسك، ما تتشتتش. امشي مع مدرس واحد وسورس واحد، مصدر واحد، خلصه وبعدين ابدا انك انت تدور على غيره. ونصيحه، حاول على قد ما تقدر ان انا هقول لك المفتاح وانت اللي هتعمل ده، مش هفرض عليك طريقه معينه اقول لك انك انت تقعد في البيت او انك انت تشتغل اونلاين. بس انا هدفي او اللي انا عايزه منك انك انت تعرف ازاي توفر وقت على قد ما تقدر. يعني لو في مراجعه ثانويه عامه وبتبعد عن بيتك مثلا لمده ساعتين، او مثلا انت ساكن في قريه او ساكن في مدينه والمراجعه دي في محافظه، لا انا اقعد في البيت وان انا اراجع الكلام ده دلوقتي من على منصات اونلاين او راجعها من على اليوتيوب في عمالقه في كل ماده. انت دلوقتي مشكلتك مشكله وقت، انك ازاي تعرف توفر وقت. وبعدين الطاقه السلبيه اللي بتاخدها من انك انت تطلع بره البيت في الفتره دي بتاثر عليك بطريقه لا تتخيلها. انك انت ممكن اصلا تروح مراجعه معينه تلاقي الطلبه مخلصه الماده مره واثنين وثلاثه، وانت على الله حكايتك انك انت لسه بادئ. ده هيديك طاقه سلبيه انك انت تحس الناس كلها سباك وانت متاخر. فاعرف انت عايز ايه، او انك انت تعرف ازاي توفر وقت. وانا نصيحتي ليك بقول لك ما تطلعش من البيت الفتره دي خالص، انك انت توفر وقت. ما تطلعش فعلا غير لو انت محتاج المعلومه، ما تديش لنفسك مسكنات. انت فعلا ممكن تكون عارف العلاج انك تقعد على الكتاب وتذاكر، ولكن انت عايز تطلع عشان منوم او عشان مسكن يديهولك المدرس في المراجعه وتحط العبء على المدرس. دي كلها مسكنات يا حبيبي. انت محتاج انك تقعد وتذاكر، مش محتاج معلومات اضافيه. المعلومات انت خدتها في ايام الدراسه. احنا دلوقتي مثلا في وقت المراجعه انت محتاج تراجع اللي درسته، وما تطلعش من البيت غير لو فعلا في سؤال مؤرقك او في سؤال انت محتاج اجابته مش عارف تجمعها من المواقع الاونلاين او السوشيال ميديا او زي اليوتيوب او المنصات التعليميه. انا بقولها لك اهو، مفتاح طالب الثانويه العامه ازاي يعرف يوفر وقت. ومين الطالب اللي بيعرف يجيب مجموع؟ الطالب اللي بيعرف يوفر وقت، مش الطالب اللي بيخرج عشان يضيع وقته في المسكنات في السناتر او في المراجعات العامه او المراجعات. يقول لك هخلص لك الماده في 3 ايام، هخلص لك الماده في يومين. كلها مسكنات. بقى ماده انت شغال فيها ليك شهور هتخلص في يومين. كل الكلام ده كلام اعلاني. انت محتاج تقعد على الكتاب تذاكر، ومحدش هيقول لك الكلام ده. والله نصيحه نصيحه فعلا لو انت طبقتها في الوقت ده وعرفت توفر وقت وعرفت تقعد على الكتاب. اصلا انت لما تبدا تذاكر صح وتقعد على الكتاب هتعرف انك انت ايه اللي ناقصك. انت دلوقتي لو كل شويه رايح لمصدر معين انت مش عارف محتاج ايه. انت لو بدات تذاكر هتحدد الحاجات اللي انت ضعيف فيها في كل ماده، نقاط معينه كده هتحط عليها دايره، وهتروح انت على المدرس بتاعك اللي شغال معاه من اول السنه، انا محتاج ده ومحتاج ده. لكن انت رايح كده سبهلله، ولا لسه قفلتش الماده، ولا الماده ما تلمتش في دماغك. اقعد في البيت ذاكر، ارسى، استرجل كده مع نفسك. واسترجل دي مش للولاد فقط، للولاد وللبنات. استرجل واتجل كده على الكتاب، عشان خلاص هي سنه هيتحدد فيها مصيرك. ومش معنى ده انه هو خلاص اخر الدنيا ولا الثانويه العامه خلاص كده هي الجنه والنار. لا، ده لسه يا بابا انت قدامك الدنيا مفتوحه، ولسه قدامك الحياه طويله. الثانويه العامه دي ده اول اختبار ليك في الحياه، يا تكون راجل وكد المسؤوليه وتكون كد الاختبار ده،
يا لازم برضو ان شاء الله تكون قد المسؤوليه وتكون راجل. وده اول حاجه بتحدد فيها مستقبلك وبتثبت فيها ذاتك انك انت تستاهل. نلتقي في فيديو تاني ان شاء الله، والفيديو ده بعنوان ازاي ان انا اوفر وقت. ونصيحه ليك ما تطلعش من البيت كتير. كان معكم مستر محمد امين، شكرا لكم.